السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض اكلة جميلة، طبعا الحمام. هقول لكم طريقتي في الحمام بنعملها ازاي. طبعا كل الناس اساتذه، وكل واحد طبعا بيفيدنا بمعلومه، واللي عنده معلومه بيقولها. كلنا بنفيد بعض وبنستفيد من بعض. هعرفكم طريقتي ان شاء الله. انا بعمله ازاي، وبرضه عشان كل الصغيرين الحلوين اللي لسه بادئين حياتهم وعايزين يعرفوا بيعملوا الحمام ازاي، تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا انا هنا غسلت الحمام كويس جدا جدا، وفتحته كده من تحت الجلد، علشان خاطر يكون جاهز ان احنا نحشيه. بجهز حشوه كده بسيطه، بصلايه، معلقه سكر ومعلقه ملح وشويه فلفل اسود، وبدعكهم كويس جدا. وبدعك الحمام من جوه كويس ومن تحت الجلد ومن كل مكان. طبعا كل الجلد يكون متفتح كده من فوق اللحمة، علشان نقدر نحشي فيه كمان الرز او الفريك زي ما بتحبوا. طبعا هنا انا غلفت كل الحمام من جوه بالبصل. طبعا الخلطة دي بتخلي الحمام بيروح في حتة تانية خالص. انا جهزته وركنته لحد ما هعمل الخلطة بتاعتي علشان احشي بيها الحمام. انا معايا هنا زبدة بلدي، بحب احط زبدة بلدي مع زيت. تمام كده، حطينا معلقتين زيت وقطعتين كده من الزبدة على حسب الكمية اللي عندك. هشوح بيهم هنزل البصل يتشوح، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص. بصوا، طبعا انا بحب احط معلقة سكر على الزيت كده والسمنة عشان تتكرمل كده وتخلي طعم الاكل مسكر. آمم وانزل بقى، اكون طبعا بجهز البصل علشان انزل بيه على الزبدة والزيت. زي ما احنا كده شايفين، هنزل بالبصل. تمام، ونقلب فيه بقى، ومجرد ما يصفر هنزل بالكبد والقوانص. يصفر شوية كده نشوحه حلو كده، وبعدين انزل بالكبد والقوانص بعد ما ياخد شوية كده من التشويحة ويصفر شوية. تمام. طبعا ما ننساش كده واحنا دايما بنطبخ وبنعمل اكلنا ان احنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. صلي على الرسول دايما، واستغفري ربنا وانت بتعملي الاكل. واستعيني بالله وقولي لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله توكلت على الله. في اي عمل بتعمليه استعيني بالله. استعيني بالله دايما، هتلاقي اكلك حلو وجميل وسهل طبخه، و... وتلاقي كده البركه بتعم عليه. انا هنا نزلت بالكبد والقوانص على البصل، وطبعا هتتشوح معايا كويس قوي لحد ما يعني تشرب ميتها كده. هنزل عليها بفلفل اسود، كتري الفلفل الاسود كده مع خلطة الحمام بيبقى حلو جدا. شوحي بقى كده فيهم مع البصل كده والزبدة الجميلة وهنزل كمان بشوية بهارات من اللحمة، لانها بيكون فيها نسبة جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي مع الخلطة بتاعتي. فاللي بحطه بس هو الفلفل الاسود والملح وشوية من بهارات اللحمة، وطبعا في الاول حطينا معلقة من السكر. انا عندي هنا بنزل بقى بالرز. يعني دايما هاتي الرز اللي يكون هو جاهز ومغسول، يعني مش محتاج ان احنا نغسله، زي مثلا حبوب او اي رز تحبي تجيبيه اللي هو بيكون مكتوب عليه ما يتغسلش، هو مغسول اصلا مجهز. بنزل على الخلطة بتاعتي كده واشوح بقى الرز. انا هنا كنت محتاجة حوالي كيلو ونص من الرز لان كان عندي كمية حمام. اللهم بارك. هبدأ بقى أشوح فيها كويس جدا وأقلب كويس، خلي الرزاية تتشمع حلو قوي قوي من الزبدة والزيت وكده، والخلطة كلها تتجانس مع بعض. ما تنسيش دايما تذكري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قولي اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. طول ما انتي شغالة او طول ما انتي بتعملي اكل، طول ما انتي بتعملي اي حاجة، ذكر الله في اي وقت طبعا ده شيء عظيم، بيخلينا ننجز حاجات كتيرة قوي، بيخلينا نحس ان فعلا في بركة في كل حاجة بنعملها. فصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة بتعملي فيها الأكل. تمام. هنا بقى أنا هنزل إيه بالمية. حطي بقى المية، أنا عايزة الرز يبقى نص سوا، أنا عايزاه نص سوا. طبعا أنا حطيت هنا 3 كوبايات، بس بعد كده أنا زودت لأن فعلا كانوا قليلين. يعني أنا زودي عادي انتي، بس مش هنغرقه قوي مية زي ما احنا بنحط الرز اللي احنا بنسويه، يعني مش هنزوده قوي لأن احنا هنخف من الرز ده ناخده ونسيب الباقي يستوي، علشان احنا هنحتاجه اللي يتحط تحت الحمام.
يعني اللي بيحب ياكل بقى الرز بالكبد والقوانص بتاعة الحمام هنحتاج يكون فيه حبة كده مستويين. لان دوت كان طالع اوردر، وانا بحب احط تحت الحمام رز بالكبد والقوانص زي ما هنشوف كده، او زي ما شفنا في اول فيديو. طبعا اول ما يشرب المية بتاعته هنوطي عليه. هنا قبل ما يكمل سواه انا بدأت اخد كمية الرز اللي انا عايزاها لكمية الحمام اللي هحشيها. زي ما احنا شايفين كده في صينية واسعة بدأت اخد الرز بتاعي اللي هحشي بيه. صليتي على سيدنا محمد ولا لسه؟ قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطينا هنا الرز تمام، ونوطي بقى نكمل بقى تسوية الرز اللي هو هنسيبه يكون مستوي. هنا الرز الحمام خدناه بقى يبرد، نحشي الحمام لما يبرد عشان احنا مش عايزينه يهري الجلد والجلد يتفتح وهو بيتسلق. نسيبه يهدى شوية من الدخان. وطبعا احنا في الشتاء والاكل بيبرد بسرعة. زي ما احنا شايفين الحمام اهو قدامنا، نبدأ بقى نحشيه بقى من جوه. طبعا ما تمليش الحمام للاخر، هنشوف دلوقتي مع بعض هنحشيه ازاي. هنحشي الاول البطن كويس بس ما تمليهاش على الاخر. تمام. وبعد كده عند الصدر كده والبطن كده هنحط بقى الرز، وهوريكي دلوقتي الكمية اللي احنا بنوصلها. بصي زقي بقى الرز كده لحد الرقبة فوق. سهل وجميل جدا جدا. بصي بقى كده بططي كده الرز كده، بصي هاتي كده على الصدر على الجنبين كده، شايفه؟ انا كمان بحب احط عند الوراك الصغنونه بتاعه الحمام دي، بحب اجيب الرز من الناحيه دي من الناحيه دي. لان انت هتدوقي طعم الخلطه ومع طعم البصل اللي حطيناه في الاول هيخلي الحمام في حته تانية. بصي بقى كده خليه كده ما يبقاش مكبوس، علشان لو بقى مكبوس مش هيستوي كويس، وثانيا الجلد هيتفرقع وهيبقى شكله وحش قوي. انا هنا بخلي الراس بتاعت الحمام ببقى غسلاها كويس ومنضفاها، وبقفل بيها عند البطن كده علشان الرز ما يخرجش. ادي زي ما احنا شايفين، بصوا بططناها ازاي، بقت مبططه كده زي ما انت شايفه. هنكمل بقيه كميه الحمام كلها. طبعا في اللحظه دي بنبقى مجهزين الميه تغلي علشان مجرد ما نخلص حشو الحمام ننزل الحمام على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أي عمل كبير، او اي انجاز بتبقي بتعمليه، او اي حاجه فيها ضغط شغل عليكي، دايما قولي لا حول ولا قوه الا بالله. هتحسي ان في حد بيساعدك وهتنجزي ان شاء الله العمل. اللهم بارك. زي ما احنا شايفين كده، بصوا ازاي بنبطط الرز على الجنبين. رصي بقى كل اللي يخلص كده واحده واحده، ولمي اللي يقع في الصينيه كله، جمعي وكملي حشو كل الكميه. وجربي بقى وادعيلي. شفتوا بقى سهل ازاي؟ اي حد يقدر يعمله بمنتهى السهوله. طبعا انا قلت ان احنا يعني الكل اساتذه، والكل ما شاء الله في اللي عنده كمان افكار احسن واحلى. كلنا بنستفيد من بعض فعلا، كلنا بنعلم بعض. مفيش حد بيتميز على حد، كلنا بنستفيد من بعض. بنتعلم اي معلومه جديده بنعرفها، كلنا بنكمل بعض فعلا، وبنطلع باحسن شكل وباحسن طعم وباحسن يعني حاجه بتعمليها من ايديكي. فالحمد لله، اللهم بارك دايما يا رب. انت طبعا لما تيجي تحطي رجلين كده، لو لقيتي الجلده اللي تحت مقطوعه او مفتوحه، تقدري الجلد الحمام طري، اخرمي اي مكان بالرجل كده ودخلي الرجلين وزنيهم، ما بيفتحش وما بيعملش اي حاجه.
هنا خلصنا الكميه كلها. طبعا بقى بعد ما تخلصي حشو نضفيه كويس جدا من الرز، ما تخليش فيه ولا رزايه، نضفيه عشان يبقى شكله جميل كده، ولما نحطه في السلق بتاعه في الشوربه بتاعته ما يبقاش الدنيا غرقانه رز. نضفي شغلك كده وظبطيه. طبعا انا هنا المقطع ده انا كنت نزلت بالحمام، هو مش هيتصور، هو بنزله يعني هيكون متصور. حطي ما تحطيش كتير، حطي على قد ما يبقاش مليان. تمام، يعني الحله دي انا حطيت فيها 4 كبار بس. ما تكبسيش الحمام على بعضه، وخلي الغطا يبقى موارب. تمام، هو سيبه الحمام هياخد ساعه الا ربع والغطا مفتوح بس كده. طبعا انا كنت عملت مكرونه بشاميل برضو، هنزل لكم بيها بفيديو تاني مختلف. هنا بقى الحمام، طبعا هنا العميله ما كانتش عايزاه يكون متحمر، هو هنا كان مسلوق بس. وبنزل تحتيه برز الحمام بالكبد والقوانص زي ما احنا شايفين كده. يا رب يعجبكم، يا رب تعملوه وتقولوا لي في الكومنتات ان هو عجبكم. اللهم بارك. طبعا المكرونه الجوسي دي بقى ان شاء الله هنعملها مع بعض وهتعرفوا طريقتها. واوريكم فيها تريكاتي اللي طبعا الكل بيعملها برضو بشكل احسن وافضل طبعا بكتير. بألف هنا وشفا. يا رب دايما فيديوهاتي تعجبكم وتعملوها وتطبقوها وتكتبوا لي في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، واكلة جديدة. باي باي.